السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. الله يبارك لك يا شيخ. بنتي اسمها سلمى. نعم. وقعت اول يوم رمضان ده بتاع السنه دي. وقعت؟ حضرتك وقعت من البلكونه عندي من الدور الخامس. يوم 1 رمضان بالليل الساعه 12:30 كنت انا داخله ارضى بالليل عشان اصلي. لا اله. وهي كانت نايمه وبعدين يعني الناس رنوا عليا الجرس جامد، خرجت انا فاكره ان بنتي نايمه زي ما هي، خرجت بره بالبلكونه لقيت الناس بيزعقوا وبيصوتوا وقالوا لي انزلي بنتك وقعت. انا كنت يعني نفسي وراها وانا مش داريه عشان خاطر ان انا اجيبها، وبعدين صوتت يا شيخ جامد ونزلت زي المجنونه على السلم وكده، وبعدين عرفت ان في واحد ابن حلال اخد بنتي وراح وداها المستشفى وكده. وبنتي قعدت 3 ايام وعملت عمليه وحلقوا لها شعر راسها. وهي بنتي الوحيده. هي ما عنديش بنت غيرها، عندها 3 سنين وشهرين وبنتي الوحيده، وراحت المستشفى يا شيخ وقعدت 3 ايام وعملت عمليه خطيره، وكنا بنوزع ورق على الجوامع وعلى شيوخ الجوامع على كذا جامع ان يعني ربنا يشفيها وكده. يا أمي ما شكل السماء وما الضياء وما القمر. الحمد لله ربنا يعني اعتبر ريح، لان هي لو كانت عايشت العمليه اللي هي عملتها دي خطيره، فلو ربنا كان قدر لها المعيشه كانت هتعيش كفيفه يعني، وعندها شلل رباعي وكانت هتعيش فقد الذاكره يا شيخ. المهم فهي دلوقتي يا شيخ بعد 3 ايام 4 يوم رمضان ماتت بنتي الوحيده وكانت صاحبتي. بجمالها تتحدثون ولا أرى منها أثر. هل هذه الدنيا ظلام في ظلام مستمر؟ يا أمي مدي لي يديك عسى يزايل كنت تقول لي يا ماما انا صاحبتي كانت يعني سنها كانت اكبر من سنها، وبعدين يا شيخ بنتي دلوقتي توفت وماتت وانا عايشه مش عايزه اقول لحضرتك على المرور اللي انا عايشه فيه انا ووالدها. انا عايشه في بيت عيله ومعايا سرايفي، مش عايزه اقول لك انا وزوجي واحنا فوق واحنا قدام قناه الناس على طول والقنوات الدينيه اما بنسمع صوت اطفال ولاد اخواته طالعين وكده، مش عايزه اقول لك احنا بنحس قد ايه يعني بالحرمان الحمد لله، وانا وهي احتسبناها عند الله. بس يا شيخ بنساعد بنتي ماتت من الشهرين دول وانا وامي بالحد الان يعني هي جدتها بنعيط لحد الان، بفتكرها بعيط وبمسح دموعي وساعات بكتم في نفسي وبحلم احلام وبقوم بصوت من الحلم وبقوم بنادي عليها من احلامي وبقوم بفزع من احلامي يا شيخ. فهل انا دلوقتي سمعت ان في ناس بتقول لي انت دلوقتي من عياتك عليها هي فوق اما فوق ما بتلعبش مع الاطفال الجنه وبيقولوا لها انت اهلك لسه زعلانين عليكي، فهل الكلام ده حقيقي يا شيخ؟ ده سؤالي ليك. وليا طلب تاني غير السؤال، الطلب التاني ارجوك اتمنى يعني ارجوك الله يبارك لك الله يبارك لك، انا في امس الحاجه انك تدعي لي كتير قوي ان انا ربنا يرزقني بالذريه الصالحه عن قريب القريب. قول لي بنتي شاديه ان ربنا يرزقها بالذريه الصالحه عن قريب ويلهمني الصبر. يعني جاوب لي على السؤال ان هي فعلا فوق بتتاذي بعياتي ده، انا مش بصوت انا بعيط زي ما عيطت مع حضرتك كده. اجيبك ان شاء الله. الله يبارك لك يا شيخ. صدق. الله يبارك لك تدعي لي الله يبارك لك ادعي لي بالدعوتين دول ان الصبر والذريه الصالحه. والناس المشاهدين بتوع قناه الناس يدعوا لي ان ربنا يعوض عليا بالقريب عشان انا بيوصل لدرجه ان انا ببقى عايزه ابوس المخده اللي هي كانت بتنام عليها، يعني هي وحشني ان انا ابوسها وحدهم يا شيخ. فارجوك انا في امس الحاجه للدعاء وان كل الناس يدعوا لي يا شيخ. أخاف تعثرا وسط النهار أو السحر، لا أهتدي في السير اللهم اربط على قلبها كما ربط على قلب أم موسى. اللهم اربط على قلبها كما ربط على قلب أم موسى. اللهم اربط على قلبها كما ربط على قلب أم موسى. اللهم أبدلها أكثر منها وخيرا منها. اللهم اهدها إلى الإيمان
وثبت قلبها، اللهم طمئن قلبها وقلوب جميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارزقها ذرية طيبة صالحة هي وكل محروم يا رب العالمين. اللهم ارزقها ذرية طيبة صالحة هي وكل محروم يا رب العالمين. مستقر الله يلطف بي ويصرف ما أقاسي